السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وأفضل الظروف. اليوم جيت نشارك معكم هذه الكيكة هذه اللي كانت دايرة ضجة في مواقع التواصل، كيكة البركان. بما أن هذا العيد هذا ما غادي نحضروا فيه لا لحم لا والو، فضروري ما نحضروا كيكة العيد. هذه الكيكة كتجي رائعة بالمذاق، كتجي مشكلطة ومع الخليط او المزيج ما بين الشوكولاته وكريم باتيسير اللي بنكهه ديال الفاني، فراه فعلا كتجي رائعه، تستحق انكم تجربوها وتحضروها لضيوفكم نهار العيد. فضلا وليس امرا، كيف ما العاده كما كنقول لكم، ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، لايك ومشاركه في القناه وبارطاج للوصفه. فيلا نشوفوا الطريقه ديال الفيديو او الطريقه ديال الكيك، فعلى بركه الله. فبسم الله. في واحد البول كندير 2 حبات ديال البيض يكونوا درجه حراره المطبخ، واحد رشيشه ديال الملح لتحسين الذوق، واحد الكاس الا ثلث ديال السكر. كنضيف عليهم واحد الكيس ديال سكر الفاني، وكنخلط مزيان هذا البيض مع السكر حتى كنلاحظ بلي السكر راه داب تماما. عاد كنبدا نضيف باقي المكونات. كنضيف هنايا واحد ثلث كاس فقط ديال الزيت، وواحد الكاس ديال الحليب. كنخلط هاد الزيت والحليب مع البيض مزيان، وكنبدا كنضيف ثاني النواشف حتى كنتاكد مزيان انهم تخلطوا. عاد كنبدا نضيف النواشف. كنضيف هنايا 2 ديال الكؤوس ديال الدقيق من بعد ما غربلتو، الدقيق الخاص بالحلويات، وواحد المعلقه كبيره مملوءه بودره ديال الكاكاو اللي تقدروا تعوضوها ب2 الاكياس ديال الكاكاو. كنضيف انا 2 اكياس من خميره الحلويات، كل وحده من فئه ديال 8 غرام، يعني المجموع ديال هو 16 غرام. صافي، وكنبدا كنخلط مزيان. كنخلط هاد النواشف مع سابق المكونات حتى كنحصل على القوام الكيك. كيكون نوعا ما ماشي خفيف، ولكن مهم كنحسوا بالقوام ديال الكيك العادي. هنايا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الخل، هنايا تقطعت ليا في التصوير. ومن بعد كناخذ واحد المول اللي ضروري يكون كيتحل، فرشت فيه ورق ديال الفران والجوانب ديالو دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق. كنخوي الخليط ديالي بهذا الشكل هكايا، وكنخلي المول اولا الخليط ديال الكيك على جنب. في هذا الاثناء انا غادي ندوز نوجد الكريمه ديالي اولا لا كريم باتيسير. بالنسبه للكريمه كناخذ واحد الكاسرونه اللي كندير فيها نصف لتر ديال الحليب. تقدروا ديروا غير 2 كؤوس، ولكن من الافضل ديروا نصف لتر ديال الحليب. كنضيف عليهم 3 ديال المعالق كبارين ديال السكر. فالحلاوه هنا اكيد كتبقى على حسب الذوق، تقدروا ديروا غير 2 معالق، ولكن 3 كيجي الذوق معتدل. كنضيف هنايا 3 المعالق كبارين ديال بودره ديال كريم باتيسير، 3 المعالق اللي يكونوا مملوئين جيدا. تقدروا ديروا نشا، ولكن كريم باتيسير كيعطي مذاق افضل. كنضيف هنايا عليهم واحد الكيس ديال سكر الفاني، وكنبدا كنحرك في البارد. كنحرك مزيان قبل ما كندير الكاسرونه ديالي فوق النار. كنديرها فوق البوطه على واحد النار اللي كتكون متوسطه، والتحريك كيبقى مستمر باش ما كتلصقش لينا الكريمه. فالكريمه القوام ديالها خصو يكون على هذا الشكل هكا، ما خصوش يكون خفيف وما خصوش يكون ثقيل. فاذا كان ثقيل فغادي يبقى لينا على السطح، ولكن اذا كان خفيف فغادي ينزل لينا للتحت وما غاديش يبقى في الوسط. كناخذ الخليط ديال الكيك ديالي وكناخذ الكريمه وكنبدا كنخويها فوق الكيك اولا فوق خليط الكيك. كنحاول انني نخوي في الوسط فقط، ما كنحاولش انني نبدا ندور يدي هكايا، ولكن فقط في الوسط هي كتبدا توزع الراسه. فاذا بديتو كتخويو على الجوانب فهكا غادي يتخلط لكم الكريمه مع الكيك. كنبدا كنقادها غير بواحد شويه هكايا بواحد سباتول، وصافي كندخلها للفران. في هذا الاثناء انا كنت سخنت الفران ديالي من قبل ودخلتها وشلت عليها غير من التحت، عاده كنشعل عليها من الفوق. فهنا من بعد ما كطيب فكيجي الشكل ديالها على هذا الشكل هكا، فكتجي بحال الشكل ديال شي بركان. كنحاول انني ندير شي كيردون هكا غير من الجوانب ديال الكيك، كتبان ليا الكيك باللي راه طاب وكيجي عالي وكيجي خفيف. فعلا هذا الكيك كيجي رائع بزاف. هنايا خديت 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء وضفت عليها قليل من الكريمه. تقدروا تضيفوا عليها فقط ياغورت اولا ياغورت ديال الشوكولاته اولا واحد 3 المعالق ديال الحليب، ولكن الكريمه كتبقى من الافضل لانها من بعد كتشد راسها، وحتى الحليب كذلك. فبالنسبه للكناش انا خويته في الوسط، وعاد بديت كندهن هكايا الجوانب. قديت السطح مزيان. بالنسبه للتزيين انا يزينوا باي حاجه بغيتوها، انا فقط اكتفيت بمبشور الشوكولاته ودخلتها للثلاجه. فهنايا انا راني كنت خليتها تبرد من قبل، عاد حيدتها من السيركل، عاد زينتها ودرت ليها الكناش من الفوق. فضروري تخليوها تبرد، عاد كديمونطيوها اولا كتحيدوها من السيركل هكايا
باش ملي كتحيدوها او لا كتقطعوها كتكون باقا ما كتكون عفوا شاده راسها، لان الكريمه كتكون جاريه وفي نفس الوقت الكاناش. فاذا قطعتوهم هما باقيين سخان فكلشي غادي يتخلط وكلشي غادي يتخربق. فهنايا من بعد انا ما قطعتها، فكما كتلاحظوا طبقات كيجيو واضحين ديال الشوكولاته ديال الكيك ديال الكاناش. تقدموها لضيوفكم نهار العيد او لا بلا عيد، فعلا كتجي لذيذه وكتجي رائعه. هنايا الوصفه ديالنا غادي تكون انتهت، فما تنسونيش من تشجيعاتكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. بسلامه.